وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 والله. مهما اوصف لكم ومهما اقول لكم مش قادرة اقول لكم انتوا وحشيني قد ايه. وبجد بجد مش قادرة. يعني الفترة اللي فاتت دي بجد كنت مفتقداكم جدا جدا جدا، وكل يوم والله العظيم بقرا التعليقات بتاعتكم على اخر فيديو. وبجد كل ما بتكتبولي حتى بدأتوا ان انتوا تقترحوا عليا محتوى ان انا اطلع تاني واقدمه وما اقفلش القناة ولا اسيبها. فبجد مش قادرة اقول لكم والله العظيم انتم مقصرين فيه قد ايه. وعايزة اشكر كل حد كتب لي كلمة حلوة وقال لي اوعي تسيبينا وبجد طلعت غالية عندكم. مش انا مش عارفة اوصف احساسي. عارفة انا اتأخرت في الفيديو ده كتير. آه بس بجد يا بنات كنت كل ما اقول هطلع واتكلم معاكم ما كنتش ببقى عارفه اطلع خالص. معرفش حاجه منعاني حاجه كده. انتوا عارفين لما تبقوا عايزين تعملوا حاجه وملهوفين عليها بس مش قادرين، ويعني في حاجات كتير بتحصل ملخبطه هي اللي منعاكوا ان انتوا تعملوا الحاجه دي. فده كان احساسي، وبجد كانت ايام صعبه. الايام اللي فاتت دي بجد. يعني كنت كل ما اقرا تعليق لحد كاتبهولي انت ليه كده وليه قفلتي وليه هتسيبينا، ده احنا بنحبك ده. بجد مش عارفه اقول لكم ولا اوصف لكم احساسي قد ايه يعني بصراحه. بصراحه يا بنات لما يعني اخدت القرار بتاع قفل القناه وان انا هنزل الفيديو ده، والله العظيم والله العظيم انا كنت محبطه جدا جدا جدا. كنت في حاله ربنا يعلم بيها. عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش متخيله ان انا ما هنزل واقول ان انا خلاص هقفل القناه. انا كنت بقول لنفسي وفيها ايه يعني انت اصلا مالكيش جمهور، انت اصلا ايه يعني، ده انت قناه يعني لسه بادئه ولسه صغيره. يعني مالكيش اصلا حد متابعك اساسا قد كده. يعني يوم ما هتطلعي وهتقولي اصلا هتقفل القناه عادي. فانا بصراحه كان احتراما ليكم انا طلعت وقلت ان انا هقفل القناه. يعني انا قناتي صغيره جدا جدا، فكان ممكن خلاص هبطل ان انا انزل. بس بصراحة في منكم ناس قريبين جدا جدا لقلبي. كانوا كل ما بنزل فيديو هم اللي بيبقوا داعميني وهم اللي بيقفوا يعني بيكتبوا لي كومنتات، هم اللي كانوا بيحفزوني حتى لو مش هيعدوا ال10. بس بجد كانوا هم فعلا هم اللي مخليني مستمرة يعني في القناة دي. ان انا بصراحة يعني كان بدأ يجيلي احباط جامد. بتعب جامد، مش بلاقي اي نتيجة، مش بلاقي اي تفاعل. فبجد يعني كنت تعبت نفسيا جامد. تعب النفسي مع تعب البدني في التصوير وانتوا زي ما انتوا شايفين يا بنات الفيديوهات بتبقى عاملة ازاي، وبتبقى طريقة التصوير عاملة ازاي. فانا كنت بصور اصلا بطريقة وما زلت بصور بيها هي، بس هي اللي بتتعبني شوية يعني. هي اللي تعباني. وده علشان خاطر ان انا اطلع يعني الفيديو يبقى شكله كويس. بقى عايزه اطلعه قريب جدا من المحتوى اللي انا بحبه او المحتوى اللي انا بحب اتفرج عليه في القنوات التانية. طبعا يعني لسه ما وصلتش للمرحله دي اكيد. بس يعني كنت عايزه اطلع لكم من الاخر احسن حاجه، يعني على قد مقدرتي وعلى قد الحاجه اللي انا اقدر ان انا اعملها. فاما انتوا قلتولي بقى كتبتولي كل الكومنتات دي، فانا عايزه اقول لكم انتوا كنتوا فين من زمان. يعني انتوا كنتوا فين؟ اكيد لما لو كنت حاسه في يوم من الايام ان انا في حد كده انا مهمه عنده او اصل يا بنات هقول لكم على حاجه. يعني انا مش شايفاكوا بس تفاعلكوا، يعني ايه اللي يخليني اعرف ان الفيديو عجبكم؟ التفاعل بتاعكوا عليه. ف يعني اغلبكم كاتب لي في الكومنتات ان انا متابعاك في صمت واول مره اكتب لك كومنت، مع ان انا كنت كل فيديو اقول لكم اكتبوا لي كومنت. حتى اللي حاطه لي لايك حطي لي كومنت علشان خاطر حتى اشكرك ان انت بتدعميني وان انت بتسانداني وان انت بتحبيني وان انت بتحفزيني. فبجد بجد ما كنتش متخيله ابدا ابدا ان في ناس بتحبني كده، وفي ناس يعني انا مهمه عندهم كده.
ف... فعايزه اقول لكم ليه كده، ليه ما حسستونيش يعني يعني بجد ما كنتش حاسه الموضوع ده غير من القله منكم. فعشان كده يعني بصراحه يعني كنت حسيت بقى ان انا فاهمين ان انا تقيله كده، مش اللي هي مثلا القناه اللي انتوا حابينها او اللي هي تتحب اصلا او اللي هي لها وجود. بالرغم من ان انا كنت بحب كل فيديو يبقى لازم تطلعوا منه مستفيدين باي حاجه. يعني انا كان فاتني منزله فيديوهات اكتر وتصوير اي كلام، وانتوا شايفين يعني الدنيا وعادي، ومش هتعب نفسي ولا اي حاجه خالص علشان خاطر كل يوم انزل. مش برضه كل يوم انزل خالص. ف بستنى يعني ما بعمل فيديو محترم، مونتاج محترم، تصوير محترم. فكل ده بصراحة كنت في المقابل مش بلاقي تفاعل، فهو ده اللي كان أحبطني جدا جدا. كمان يا بنات بس عايزة أوضح نقطة بسيطة. أغلب في ناس يعني في الكومنتات مفكرة إن أنا قفلت القناة بسبب الكومنت السلبي اللي جالي على الفيديو اللي كان قبله. بس لا خالص على فكرة، يعني ما كانش ده السبب خالص. أنا قفلته يعني أنا عارفة إن أي قناة هيجيلها، حتى لو إيه، يعني أي قناة هيجيلها كومنت سلبي، ده حاجة يعني مفروغ منها. يعني مش انا مش هعجب كل الناس، عمر ما حد اساسا يعني هيجتمع على حد ان هو يحبه طبعا. يعني فاكيد هيجيلي كومنتات سلبية صح، يعني بتوجع او احساسها بيبقى مش كويس يعني او مش حلو. بس عادي يعني، مش هو ده اللي هيخليني اقفل قناة على كومنت. انا الحمد لله رب العالمين ما جاليش اللي هم كومنتين من يوم ما فتحت، انا بقالي سنة هم كومنتين سلبيين، لان انا الحمد لله رب العالمين بتقي ربنا. ويعني بحب انا المحتوى بتاعي يبقى محترم، ويعني مش اي حاجة انا بطلعها. الحمد لله محافظة على الخصوصية بتاعتي الى ابعد حد. هتكلم معاكم في النقطة دي برضو كمان شوية. فمش ده خالص يا بنات اللي انا قفلت القناة عشانه. انا قفلت القناة علشان حسيت ان انا مفيش تفاعل، او مش عندي يعني مفيش في دعم، مفيش في تحفيز. يعني خلاص قفلت منها، قفلت ان انا اصور بسبب ان انا مش لاقيه يعني حاسه ان انا بقالي سنه مع نفسي كده، انتوا فاهمين قصدي. فبس هو ده بس يا بنات كان سبب قفل للقناة. انما مش عشان التعليق السلبي خالص، ومش عشان كمان فين يعني بعض منكم كتب لي يعني ان انا ندمانة مثلا ان انا ببين شقتي او ببين حاجتي او. بصوا خلينا متفقين على مبدأ، يعني انا ببين اشياء، يعني انا مش ببين نفسي ده اولا. يعني مش ببين نفسي ومش ببين بيت يعني اهلي اللي هم اهل البيت او كده. انا مش ببين نفسي، انا عامله لنفسي خصوصيه. هقطعكم بس يا بنات. بصوا العيش ده انا هسيب لكم المقادير بتاعته في صندوق الوصف، تمام؟ والخطوات باينه وواضحه خالص وسهله وبسيطه. بس عشان انا اصلا عامله الفيديو ده عشان خاطر اتكلم معاكم، بس قلت ايه افيدكم بوصفه ولا اتنين كده في الفيديو. فنرجع لكلامنا تاني. انا مش ندمانه خالص خالص ان انا ببين يعني. اصل معلش احنا بنبقى ماشيين في المولات وماشيين في الشارع في محلات اساس وعارضه اوض نوم وعارضه انتريهات وعارضه، وانا يعني حاجتي مش احسن حاجه عشان خاطر ان انا ندمانه ان انا لا خالص والله العظيم يا بنات خالص. انا مش ندمانه. انا محترمه نفسي وعارفه حدودي وعامله لنفسي حدود و... وانا اصلا انا مش شخصيات اصلا بحب الخصوصيه على فكره. وببقى عارفه ايه اللي هقوله وايه اللي في حياتي يتقال وايه اللي في حياتي ما ينفعش ان هو يتقال وما ينفعش يخرج من بقي اساسا. فمش ده خالص يعني يعني اللي كان تعبني او اللي كان وجعني خالص خالص يعني. في قنوات قايمة على الفضايح وقايمة وعلى فكرة ما هم دول اللي مشاهدتهم عالية على فكرة، واللي هي تطلع وبتطلع بنفسها وكده. بس انا مقتنعة من جواتي اساسا كعلا يعني يعني مع احترامي لاي حد بيظهر ان ما ينفعش حد يظهر. حتى لو انت بتنضفي، حتى لو انت لابسة عباية، لو انت لابسة جلباب، لو انت لابسة اسدال، لو انت لابسة ايه، طبعا ما ينفعش خالص. لان عمرك ما هتتحكمي في تفاصيل الجسم وانت بتتحركي، استحالة. يعني حتى لو انت لابسه فضفاض هتيجي توطي الهدوم الفضفاضه اصلا ان انت لابساها دي، هتيجي على الجسم وهتبان معالم برضو. فاللي هو الصح انت عايزه تتواصلي مع الجمهور بتاعك او المتابعين بتاعتك بتاع قناتك يعني. انت
اعملي فيديو تعريفي، اقعدي كده بكل احترامك عادي كأنك قاعدة مع اي حد، وقدمي نفسك وما يسألوك، اعملي بس مباشر واقعدي كده كويسة. انما الظهور والحركات والحاجات دي يقولك بتدي روح للفيديو، لا مش شرط او مش اساس يعني، بس هو يعني مش عارفة، هو ده اقتناعي. فانا بس كنت عايزة اوضح لكم نقطة يا بنات، ان انا مش ندمانة خالص على اي حاجة ان انا عملتها في القناة خالص خالص. يعني انا ما بعملش حاجة في حياتي اساسا غير ما اكون مقتنعة بيها 100%. انا عايزة اقول لكم ان انا قبل اساسا ما افتح القناة، زي ما قلت لكم قبل كده، كنت متابعة شطة وفلفل او مش فاكرة اسمها والله. يعني هي القناة دي تقريبا كانت هي برضو هتقفل قناتها بسبب ان هي متخوفة ان القناة تبقى حرام او كده. فراحت الافتاء وكلام من ده، وقالوا لها لا عادي ومش عارفه ايه. فهو ده كمان اللي شجعني اكتر ان انا افتح قناه. يعني اصلا انا معلش، انت بتدخلي عندي الفيديو، اصل في كومنت واحد بس جالي في الكومنتات، هو على فكره وعلى راسي، وصاحبته جميله وعلى راسي يعني. وهي بينت حبها اصلا في الكومنت، هي بتقول لي يعني بتنصحني. بس يعني عشان كده انا عايزه حابه ان انا ارد. يعني احنا لنا اعتقادات ولنا حاجات، بس انا بطلع بقدم لك وصفه مثلا ممكن ان انت تستفادي منها. انا بحب المطبخ، وبحب اعمل حلويات، وبحب اعمل مخبوزات، بحب الاكلات الموفره. فبحب ان انا اشاركها معاكي. يعني اغلب فيديوهاتي لو فتحتيها اساسا هتلاقيها كده، يعني مش هتلاقيها حاجات تانية. مش هتلاقي مثلا حتى لو انا ببين غرفة نومي، انت اساسا مش عارفاني، اساسا مش عارفة الشخصية اساسا اللي هي صاحبة الغرفة. اعتبر اوضه النوم اللي انت بتشوفيها دي بتشوفها في محل مثلا او فالموضوع مش كده خالص والله يا بنات. انا كنت عايزة اوضح لكم بس كده. آه، يعني انا انسان بسيطه جدا 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 اصلا. لو اتعاملت معاه عن قرب فهتلاقوني ابسط مما يكون. فما كانش ده خالص والله سبب ان انا عايزه اقفل القناه خالص. كل اللي في الموضوع ان انا كنت حاسه ان انا مفيش دعم. التعب اللي انا بتعبه مفيش فيه، يعني مفيش حد اصلا مستفاد منه. انا اتفاجئت ان في ناس بتقول وصفاتك حلوه، وصفاتك، وفي ناس عرضت عليا حوار طبخ، يعني انا اقلب القناه قناه طبخ. بس انا عايزه اقول لكم خلونا واقعيين. يعني انا ست بيت عاديه خالص، انا مش شيف ولا اي حاجه، بس انا عارفه وصفات وبعرف. يعني انا اساسا اصلا كيميائيه، فبعرف اي اكله الحمد لله رب العالمين ان انا اظبطها. وفي اكلات اصلا انا يعني ايه، في اكلات انا بخترعها من دماغي، وساعات بجرب حاجات وبتظبط وحاجات كده. وهو ده كمان يا بنات كان دافع بالنسبه لي ان انا افتح قناه على اليوتيوب، لعلمكم يعني. فانما ان انا قناه، في قنوات طبخ يعني عاليه بامكانياتها، بالادوات اللي بتستخدمها، بالكاميرات اللي بتصور بيها، باللي بيعملوا لها مونتاج، باللي بيعملوا لها دعايه. فانا هاجي فين في وسط الناس دي؟ انتوا فاهمين قصدي؟ ف... ف... فانا يعني مطالعه ببساطتي، مطالعه ست بيت عاديه. انما مش هعرف ان انا اخرج يعني اخصص القناة كقناة طبخ وقناة اكل بس، لا. مش هتشاف، اولا تعبي هراح على الفاضي. آم، اقول لكم ايه تاني؟ حاسه انا بتكلم كتير جدا النهارده، بس بجد كنت عايزه افضفض معاكم، لان انا بقالي كام، يعني بقالي تقريبا 11 يوم اهو من يوم اخر فيديو. ف... فبصراحه كان فيكم من ده كنت عايزه ارد عليها. إيه، عايزه اقول لكم والله العظيم انا مش بقفل القناه علشان خاطر تعليق سلبي ولا حاجه، ولا بقفل القناه عشان انا ندمانه ان انا كنت ببين بيتي او كده. اصلا انت لا شفتيني ولا تعرفيني، ولا شفتي مثلا اهل بيتي، ولا يعني في حاجات في حدود انا عاملاها. انا اما لقيت حوار في الغلاء والمشتريات والكلام ده، انا قلت انا الفيديو بتاع المشتريات ده استحالة اعمله، استحالة اجرح حد مهما يكون، حتى لو انا بشتري حاجات بسيطة. يعني انا لوحدي عارفة ان في حاجات كده خلاص ما ينفعش ان هي تظهر او تبان. انتوا فاهمين قصدي؟ بالنسبة بقى للغرف او غرفة النوم سواء الاطفال، بالنسبة للغرفة يا بنات، يعني هقول لكم على حاجة. اما انا هديكم مثال بسيط، بس بسيط بس يعني عشان ايه تفهموا انا اقصد ايه. معلش لو في صوت كده موسيقى سامعينها، بس في عربية ايس كريم كده، بس هي بصراحة فكرة حلوة،
بتيجي هنا في الكومباوند الاطفال بينزلوا تحت بتعمل موسيقى كده، والاطفال ينزلوا ياخدوا منها ايس كريم، بس بجد بتبقى حلوة قوي، بتبقى لذيذة كده، بيبقى لونها بينك كده وبيبقى شكلها حلو. فعايزه اقول لكم بقى نرجع لموضوعنا، الغرف. هديكم مثال بسيط. يعني احنا مثلا، انا مثلا لما كنت في الكليه كانوا لما يجوا يشرحوا لنا حاجه نعملها بيجيبوا لنا نموذج يشرحوا لنا عليه، صح؟ طيب، انا قناتي قناه روتين. روتين ايه؟ تعليم، تنظيف، وصفات، كلام من ده، تنسيق، يعني حاجات زي كده يعني. فما انا اديكي فكره مثلا على مثلا فرش سرير، الافكار اللي كنت بقولها لكم من يوم ما فتحت القناه، اديتكم افكار كتير في يعني في الفرش وكده. فهطبق لك على ايه؟ يعني همسك ملايه وهقول لك مثلا هي هتتفرش ازاي، ولا اعملها بالطريقه كذا علشان اللون بتاعها، ولا حطي المخده بالطريقه كذا، ولا اعملي كذا. مش لازم يبقى على حاجه، على شيء، صح؟ هي في الاول وفي الاخر هو شيء. انا يعني انا بعرض شيء، مش بعرض اي حاجه خالص. فعايزه اقول لكم ان انتوا يعني وحشتوني جدا جدا، ويا رب يا رب كده، يا رب يعني ما يكونش كلامي بس زعل حد مني. واسفه لو في يوم قلت لكم ان انا هسيبكم، بس بجد ما كنتش عارفه. لو انا كنت عارفه ان في ناس بتحبني قوي كده، انا صدقوني عمري عمري ما كنت هقول ان انا هسيب القناه خالص خالص. بس انا بجد لما يعني حطوا نفسكم مكاني يعني. بس خير، الحمد لله. طيب تعالوا كده يا بنات بقى، انتي بتعملي ايه علا كده في الفيديو من الاول كده وعماله تتكلمي ومش ملوش علاقه اساسا بالفيديو؟ طيب بصوا يا بنات، انا عملت في الاول خالص، كنت هعمل مربى البرتقال، وهعمل كده نوع كده من الخبز كده. بصوا هو بديل للتوست. بصراحه حلوه قوي يعني في الفطار بقى والحاجات دي، وانا اساسا بحب الحاجات دي. فتلاقوني دايما احب اعمل التوست واحب اعمل الحاجات دي كتير، وبحب اجدد في المعجنات بالذات. فانا كده كنت جبت البرتقان وغليته، فخدت الميه بتاعته اللي هي بتاعه الغلي، بدل ما ارميها قمت حطيت عليها ليمونه وغليتها كده معاها، وشويه خل، وشويه بريل. عايزه اقول لكم بقى تحفه بقى ايه، في بخاخه كده للتنظيف اليومي كده، لايه، للقلموتال، تمسحي كده وكمان تعملي له البوتاجاز. حلوه قوي قوي. هنا بقى يا بنات الجردل ده بصراحة، بس عايزاكم تقولوا لي بقى الجردل ده لما جيت اطلبه من امازون، لقيت فيه جرادل ب200 مع انها نفس الشكل، وب550 تقريبا، وفوق 900 بقى وفيما فوق. فانا بصراحة مش عارفة يعني هم كلهم شكل واحد، يعني انا مش عارفة. انا بصراحة بقى ايه، خفت بقى يضحك عليا زي ما اتضحك عليا قبل كده في المساحة اللي هي كانت الموب بتاعة الحوائط دي، هي اتكسرت اساسا. بس انا كنت بصراحة جايباها من كارفور مش من امازون. ف فمش عارفة، فخلتني كده في الوسط وجبت اللي هو ب550 ده. بس هو حلو ويعني الخامة بتاعته كويسة، بس مش عارفة بقى هو كده بجد هو ده سعره، ولا هو الأحسن ايه بصراحة. يعني هو مكتوب عليه برضو ان هو صيني، بس درجة أولى أو كده. فبصراحة ما اعرفش بقى انا اتضحك عليا ولا لا. يعني عامة حظي في المساحات يعني ما شاء الله عليا يعني. ده الخبز بقى يا بنات اللي بقول لكم عليه، ودي فكره بسيطه جدا جدا، عشان لو انت عايزه عامله معجنات ولا حاجه وعايزه ان انت تعملي لها اشكال او كده، تقومي تعملي كده، ترشي بعد ما تخمر، ترشي كده دقيق، وتجيبي بقى كده الموس بقى يكون حامي طبعا، موس نضيف انت مخصصاه للمعجنات وتشكيل المعجنات. يعني بجيب علبه كده عندي في المطبخ، اعمل بها العيش. العيش ده بقى يا بنات حلو قوي قوي بقى، انت بتقطعي بقى، عايزه تعينيه بقى في الفريزر كده على بعضه. يعني عادي، بس انا بحب كده ساعات اقطعه. بتطلعي بقى كده وتعملي كده بالثوم كده والزبده، زبده بالثوم كده والزعتر وشويه ملح. عايزه اقول لك بقى خطير بقى، ومع المربى بيبقى حلو قوي. يعني حاجات كده للولاد، ما هم الولاد طول النهار مثلا ممكن يقولوا لك احنا عايزين مش عارفه ايه، عايزين ايه، تغيير بقى، فاهميني، تغيير عن الجبن والحاجات دي. وعلى فكرة تعتبر توفير برضو، لأن الجبن بقت غالية وكل حاجة بقت غالية. فممكن تعملي بس شوية زبدة كده بتومة، وشوية زعتر وشوية ملح، وتعملي كده ويبقى حلو قوي. وكمان لو حمصتيه من قبلها يبقى يا سلام بقى.
فبجد بيبقى حلو قوي زي التوست يا بنات، يعني بتعامليه معاملة التوست. هنا بقى كانت المربى بتاعتي خلصت، وببدأ احطها كده في البرطمانات. المربى يا بنات سهلة خالص. المربى دول كانوا 3 برتقانات، انا بغليهم لحد المرارة ما بتطلع خالص من القشر 10 دقايق كده، وبعد كده بجيبهم اسيبهم يبردوا خالص، وبعد كده اقطعهم قطع صغيرة واحط عليهم سكر. بس قبل بقى ما بحط السكر باخدهم اوزنهم بعد التقطيع يا بنات. فالبرتقان عندي كان عامل 500 جرام، انا بحب استخدم الميزان بصراحة في الحاجات دي. كان عامل 500 جرام، فانا حطيت عليه 400 جرام من السكر. انت بتحبي بقى السكر حلو كده وزايد، انا بحب البرتقان ده يبقى مزز شويه، فبقى ايه بقلل 100 جرام. فانت ممكن تحطي البرتقان بالذات عايز سكر كتير، مش زي الفواكه التانية، لانه البرتقان بيبقى ايه فيه سنه كده مزازه مع، يعني ممكن يعني مرارة بس حاجة بسيطة من بعيد يعني، فبيبقى حابب حتى ما بتيجي تعمليه عصير او هو والليمون بيحب السكر الكتير. فتحطي 500 جرام من البرتقان عليهم 500 جرام من السكر، وكمان تحطي كده عصرة ليمونة معلقة صغيرة كده مليانة حلوة، وبحط يعني ايه عود قرنفل واحد علشان خاطر ما يبوظليش ايه الطعم، او لان القرنفل طبعا طعمه طاغي اوي. ده العيش يا بنات، عايزه اقول لكم تحفه، هي دي اساسا اكلتي المفضله مع زبده وتوم وزعتر، بيبقى حلو قوي. فانا بس حبيت كده اطلع ارد على التعليقات بتاعتكم، وبجد عايزه اقول لكم ان انتوا بتوحشوني جدا، وشكرا شكرا شكرا على الكلام الجميل اللي انتوا كتبتهولي. يا رب كده تبقوا دايما وتدعموني ودايما في ظهري ونفضل مع بعض على طول، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.